الحاسمه في اللابتوب ده التبريد. مبدئيا التبريد هنا يا جماعه بسم الله ما شاء الله ممتاز لدرجه انتوا مش متخيلينها. انت مثلا لما بتبدل اوضاع الجهاز ما بين التيربو او الباور سيفر او النورمال، انا دايما في كل الاختبارات كنت مشغله على التربو، والجهاز كمان فيه 3 مراوح مع غرفه تبخير فيبر تشامبر بتقنيات جديده من لينوفو. لينوفو بتتكلم عنها كلام كتير انا قريته قبل ما اجرب اللابتوب، بس حقيقي انا لما جربت اللابتوب هنا نظام التبريد اللي فيه محترم قوي. انا لما بضغط على الجهاز لاخره ببرنامج مثلا زي فيرمارك او مثلا سينا بنش او بلندر ايا كان انا بضغط عليه ازاي، مش هتكلم عن الالعاب لان ضغط الالعاب على الجهاز ما كانش زي البرامج دي. اولا اول ما بتشغل البرنامج ودرجه الحراره تبتدي تطلع مثلا بالنسبه للبروسيسور توصل لل 100 او بالنسبه للكاشيه توصل لل 70 كده او ال 60 65، بيبدا صوت المراوح يظهر. انت سامع المراوح شغاله بس حرفيا انت لو بتتكلم مع واحد جنبك انت مش سامع حاجه. صوت المراوح هادي، انا سامعه عشان انا مستنيه ومركز معاه ومستني اعرف هو عامل ازاي. مش هقول لك بقى انت لو شغلت لعبه ولا شغلت محتوى ولا حاجه، انت حرفيا بس لو مركزتش شويه كده او سرحت مع الجهاز زي ما انا كنت بسرح معاه انت هتنسى ان في مروحه شغاله، مش هتحس بيها. فما بالك بقى لو شغلت لعبه او اي نوع محتوى، انت خلاص شكرا مفيش مروح على كده. فحقيقي نظام التبريد في اللابتوب ده ممتاز لابعد الحدود، وده كمان اثناء الضغط المكثف.